عليه. قال له يا ابن رسول الله هل الميت يزور أهله؟ قال له بل يزور أهله. قال له شو وقت يزور أهله؟ قال له إما في ليلة الجمعة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة. قال له ليش؟ قال له على حسب درجته الإيمانية يزور أهله. إذن الميت يزور أهله؟ أي نعم، الميت يزور أهله خصوصا ليلة الجمعة. الإمام الصادق سلام الله عليه واحد طب عليه سأله نفس السؤال، قال له يا ابن رسول الله هل الميت يزور أهله؟ قال له بلي يزور أهله. قال له شو وقت؟ قال له إما ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. قال له على أي شكل يأتي؟ شلون يجي هذا الميت؟ قال له يأتي على شكل طائر جميل يقف على حائط المنزل، على باب المنزل، يشوف عياله، إذا عنده أب وأم يشوف أبو وأمه، إذا عنده زوجة وأولاد يشوف زوجته وأولاده. قال له شو يصير؟ قال له فإن المؤمن يرى ما يحب ويستر عنه ما يكره. الأشياء اللي يحبها في أهل بيته يشوفها، لكن الأشياء اللي ما يحبها الله يخلي بينه وبينه غطاء، بينه وبينه ستر، ما يشوفها. أما الكافر والعياذ بالله يقول لا، يرى ما يكره ويستر عنه ما يحب والعياذ بالله. إذن الميت يزور أهله؟ نعم، الميت يزور أهله ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. ليش احنا عندنا بالروايات الآن لما ترجع للروايات تلقى أن الروايات تقول يستحب ليلة الجمعة أن تقرأ مثلا سورة ياسين والصافات والملك وتهديها للميت. ليش ليلة الجمعة؟ لأن ليلة الجمعة يزورهم، يجيهم يتفقدهم. ليلة الجمعة يستحب عمل الثواب، مثلا واحد يريد يسوي له فد مأدبة الطعام يسويها ليلة الجمعة أفضل، لأن الميت يزور أهله. ليلة الجمعة مثلا يهدي له في الصدقة، يروح لعائلة فقيرة، عائلة من الأيتام، ويعطيهم صدقة، يقول هاي الصدقة نيابة عن والدي، نيابة عن والدتي، نيابة عن صديقي، عن أخي، عن فلان فلان. يصير اي نعم أفضل الأعمال اللي تهدى إلى الأموات هي الصدقة، أفضل الأعمال. أنت شايف والله كثير من العوائل مع الأسف ينتهون بقضايا جانبية ما ينفع من عندها الميت. مثلا خلينا أضرب لك مثلا، أنت شايف أول ما يموت الإنسان قبل دفنه، قبل أن يندفن، يستحب إخراج الصدقة وإعطائها إلى الفقير قبل أن يدفن. يقولوا له يا ابن رسول الله هل قد هاي يعني مهمة الصدقة؟ يقولون بلي. أنتم قالوا تعرفون هاي الصدقة ايش تدفع عن الميت؟ قالوا ليش تدفع يا ابن رسول الله؟ قال لهم تدفع عنه وحشة القبر. هاي الصدقة لما تنطيها نيابة عن الميت قبل أن يدفن تدفع عنه وحشة القبر. ولذلك عندنا الصدقة بالروايات أفضل من صلاة الوحشة. الصدقة بالروايات أفضل من صلاة الوحشة. شايفك ناس مثلا يقول لك صلي صلاة الوحشة حتى تدفع الوحشة عن الميت. الصدقة أفضل من صلاة الوحشة. إذا جمعت الأمرين فتلك الحسنين. جزاك الله خير. شاهد الكلام. فإذا الميت يزور أهله ليلة الجمعة. لا تنسون أمواتكم، لا تنسون أمواتكم أبدا، خصوصا اللي عنده أم وأب. اللي عنده أم وأب بيتين أنه يكون يوميا يذكرهم بشيء، صدقة، دعاء، استغفار، صلوات بالسبحة مثلا وتهديها للأب أو الأم، قراءة قرآن، زيارة قبور، زيارة الحسين، أي زيارة من زيارات الأئمة سلام الله عليهم دائما اهديها للأب والأم، لا تنساهم أبدا. تقول لي ليش؟ أقول لك مولاي دين بدين، كما تدين تدان. ايش قد انت تقدم للآباء الله راح ينطيك أبناء يقدموا لك، يقدموا لك. ايش قد تقدم للآباء والأمهات. ولذلك لا واحد ينسى أبوه وأمه، لأن أولاده باكر عقبه راح يذكرونه، وهناك اللي نحتاجه.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، هذا اللي ينفع ترى. وإلا أنا أحقق ترى هاي اللحظات اللي نعيشها الآن بأجواء الله، بكلمات أهل البيت سلام الله عليهم، تحت منبر سيد الشهداء أبي عبد الله، وحقق إن ذن اللي ناخذنا ويانا في قبورنا، إيش ما ناخذ. ويقول له أبو العتاهية، يقول له يخاطب هارون الله رشيد، يقول له ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. يقول له شنو اللي تنتفع به؟ ترى العمل الصالح. لن تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين جمعت لهم مالك حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. هم يومين ثلاثة تروا ينسونك، وهاي حقيقة سنة هاي. فالشاهد الكلام هي حقيقة بس مؤلمة، ويقول إلي أبو ماضح الشعراء الكبار، يقول قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا وفي لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. حقيقة مؤلمة. شاهد الكلام إذن الميت يزور أهله زين. السؤال الثاني، كثير من الناس يسألون يقولون إحنا نروح يم المقبرة ونقعد يم القبر ونقرأ له آيات من القرآن نسولف وياه. صاحب هذا القبر الروح مالته، الروح هاي تسمعنا ترانا لو ما تسمعنا وترانا. الجواب في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أن الروح تسمع وترى. طبعا هذا الجسد ما يسمع، الجسد راح صار عظام وصار تراب، لكن من اللي يسمع؟ الروح تسمع. الروح هي بعالم البرزخ، شي يجيبها للمقبرة؟ لا تجي. شلون تجي؟ الله سبحانه وتعالى يقذف في روحها، يقولها أن فلان وفلان وفلان جو لزيارة القبر، يا روح فلان توكل على الله، روح شوفهم، روح سلم عليهم، شوفهم، تفقدهم، اسمعهم. تجي الروح تحوم حول القبر، تشوف فلان قاعد هنا وفلان قاعد هنا، فلان واقف هناك، هذا يسولف، هذا يقرأ قرآن، هذا يدعو، هذا كذا. الروح تشوفهم، اي نعم، الروح تشوفهم وتسلم عليهم وتسولف وياهم. ولذلك بعض مثلا الناس يسولف ويا الميت ويا القبر، اكو ناس يقول له اقعد من السولف، لا خليه يسولف، لا بالعكس. انا من اللي يعني من الداعمين لهذه المسألة، ان من تقعد يم القبر سولف وياه، ترى يسمعك ويراك وش عندك انت هنا، احكي خصوصا لأحبائه اللي عنده حبيب قريب عليه، عنده أب مثلا يروح يسولف لأبوه، يقول له أبويا ترى يصار روح سولف، ما فيها مشكلة أبدا، لا مشكلة شرعية ولا مشكلة أنه مثلا تخدش فد أمر من أمور مثلا الشخصية، لا أبدا. الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، عالم مرجع الكبير، الشيخ الأعظم صاحب المكاسب اللي اليوم لحد الآن تدرس في النجف. الشيخ مرتضى يروح يم القبر ويسولف وياه، ويقعد وياه ويبكي ويسولف. يقولوا له أنت مرجع، ما يناسبك هذا الأمر. يقول لهم لا، شلون ما يناسبني؟ لولا هذه المرأة ما أصبحت مرجعا. يقول لهم لو ما هي المرأة أنا ما أصير مرجع بهذا الطراز. فالشاهد الكلام، اقعد سولف وياه ماكو مشكلة، زين. يشوفنا، اي نعم. شنو الأدلة على هذا الأمر؟ اكو دليل؟ اي نعم اكو دليل. دليل شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله. النبي لما انتهت معركة بدر، النبي مشى بين القتلى، لقى أمية بن خلف مقتول، ولقى عتبة وشيبة والوليد. لقى أمية قاعد يمها، قال لهم اجلسوا.
قال له: يا أمية هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا له: يا رسول الله أنت تخاطب ميت، هذا ميت. قالوا: مي هذا عرف أنا ميت. وصل إلى عتبة وشيبة والوليد، قال لهم: قعدوهم. قال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا له: يا رسول الله أنت تخاطب قتلى ذولا موتى وين يسمعون؟ قال: والله ما أنتم بأسمع منهم، والله إنهم ليسمعون الكلام، ذولا يسمعون. صارت الحادثة مثلها ويا الإمام أمير المؤمنين في معركة الجمل، معركة البصرة. الإمام هم لما انتهت المعركة مشى بين القتلى، لقى أول مقتول كعب بن سورة قاضي البصرة في ذاك الزمن، من الطرف الآخر طبعا. قال لهم: اجلسوا. قال له: يا كعب هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. مشى مسافة لقى طلحة هم مقتول. قال لهم: اجلسوا. قال له: يعز علي يا أبا محمد أن أراك هكذا، بعد بسائس وعاقبتك. قال لهم: اجلسوا. قال له: هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا له: يا أمير المؤمنين أنت تخاطب ناس قتلى ذولا موتى وين يسمعون؟ قال: والله ما أنتم بأسمع منهم، والله إنهم ليسمعون الكلام كما سمعوا أهل القليب رسول الله. شلون أهل بدر سمعوا النبي ذولا يسمعون؟ ولذلك مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على مقبرة من المقابر، سلم عليهم: السلام على أهل لا إله إلا الله، أما الأموال فقد وزعت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الديار فقد سكنت. هذا خبر ما عندنا، فما هو خبر ما عندكم؟ يقولون: احنا اخبارنا بالدنيا هاي اموال وزعناها للورثه، بيوت سكرنا الورثه بها، نسوان زوجناها، ذنها اخبارنا. انتم شنو اخباركم يا اهل القبور؟ قالوا له: يا امير المؤمنين انت تخاطب ناس موتى، دول حتى اجسادهم صارت تراب، وين يسمعونك؟ قال لهم: والله ما انتم باسمع منهم، والله انهم ليسمعون الكلام، وانهم ليقدرون على رد الجواب، ولكن لم يؤذن لهم، ولو اذن لهم لقالوا ان خير الزاد التقوى. فعلا والله خير الزاد هو شنو؟ العمل الصالح، والا كل شرائع منتهي. هنيال الفاعل الخير، مو اهلنا يقولون الله يحفظ الشيبه، يقول هنيال الفاعل الخير، اللي يفعل الخير، اللي يترك له بصمه في المجتمع، اللي لما يروح يقول له رحمه الله عليه. اما هاي اللي تنفع ترى، والا كل شيء ما ينفع، كل شيء ما ينفع. لذلك تشوف مرات الانسان تمر عليه مصيبه ينهار، ينسى ربه، ما يفرغ بها الى الله. واحد تمر عليه مصيبه يصمد لها، يتقبلها بكل رحاب الصدر، يفرغ بها الى الله، يقول انا لله وانا اليه راجعون. اصعب مصيبه تمر على الانسان فقد الشر، اصعب مصيبه تمر على الانسان فقد الشر. ولذلك الامام الصادق لما يسأل يقولوا له: يا ابن رسول الله اعظم مصيبه تمر على الانسان؟ يقول لهم: فقد الشاب، فقد الاحباب. هي هاي مصيبه عظيمه تمر، هذا الانسان يكبر الى ان يصل الى مرحله الشباب، وكان يتمنى ان يصل الى هاي المرحله، مو واذا يجي الموت ياخذه. تأمل، هاي قضاء الله وقدره، شاءت القدرة أنه يكون عند الباري عز وجل، لا اعتراض على حكم الله، ولكن الألم، تأمل ألم المصيبة كما يعبر الإمام الصادق سلام الله عليه. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجوك، كم مصيبة مرت على أبي عبد الله الحسين في ليلة واحدة، في يوم واحد. كم مصيبة مرت على العقيلة زينب سلام الله عليها، مصائب كثيرة مرت عليها، مصيبة اخوتها، 10 من اخوتها على رمضاء كربلاء، جثث بلا رؤوس، 2 من اولادها بني عمومتها، اولاد اخيها اصحاب الحسين، كلهم على رمضاء كربلاء.
ساعد الله قلب أم المصائب زينب. أكو مصيبة ألمت قلب زينب، يا مصيبة الأيتام، خصوصا الأيتام إذا كانوا صغارا. تعرف كم يتيم ويتيمة مع زينب؟ 83 يتيم ويتيمة، كلهم ينادون عم زينب أين أبانا، عم زينب أين أخانا، عم زينب أين عمنا. ذاك يصيح عم وين عمي، والله عمي، وذاك يصيح فارقني ابن امي، والله يزيد لاعتي ويزيد همي عليلك من يدير العين لي. زينب بأبي وأمي افتقدت طفلة للحسين. هاي الطفلة كانت تفرش المصلى للحسين، لما يأتي وقت الصلاة فرشة المصلى ما إجا الحسين. سئلت عمتها زينب عم زينب أين أبي الحسين، شو ما إجا للصلاة. زينب اختنقت بعبرتها قالت عم إن أباك في سفر، أو تقصد سفر الآخرة. افتقدتها زينب وإذا بها عند جسد أبيها. قالت بني من الذي جاء بك ها هنا؟ قالت عم زينب لا تلوميني، لما هجمت علينا الخيل خفت فلذت بجسد والد الحسين. هنا لو قالت لها بني من أين علمت أنه الحسين وهو جثة بلا رأس، والجثة تعرف بالرأس. قالت عم زينب لما جئت أتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل وأنا أنادي أبا يا حسين، يا والد يا حسين. وإذا بصوت من منحر الحسين ينادي بني بني إلي أنا أبوك الحسين. الله يا أبا عبد الله ما تحملت بكاء يتيمة، ساعد الله قلوب الأيتام. جلست عند تلك اليتيمة تقول أبتاه من الذي أيتمني على صغر سني، أبتا من الذي قطع رأسك، أبتا ليتك حاضر وتنظر إلى الأعداء كيف يضربون عمتي زينب. شلون تشكو آلامها؟ تقول أبويا 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 متون توجعنا من حاجيك، والله من حاجيك من حاجيك، وضلوعي ترجف من نصد ليك يا أبويا بويا بويا، وضلوعي ترجف من نصد ليك من نصد ليك. بويا دفتح عيونك خلنا ناغيك. شلون تناغينا؟ بويا بويا دفتح عيونك خلنا ناغيك خلنا ناغيك، وتسليني على مصابي وسليك، والله وسليك وسليك وسليك. أنا تحيرت يا والدي بيك. الله يساعد قلوب الأيتام. شو تقول لها هاي اليتيمة؟ الله يساعد قلوب الأيتام الفاقدين الآباء. تقول لها بويا وداعتك ما ننسى وزايا، كبيرة فرقتك وتفقس العيون يا أبويا.
أقضي شلون يومي